السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد الاحوال يا رب العالمين. تعالوا النهاردة هنعمل غدا حلو قوي. هنعمل ايه على الغدا النهاردة؟ هنعمل بط بالطريقة الدمياطي، بط محشي مرتة، وهنعمل جنبيها ملوخية على مرقة البط. طبعا مش قادرة اقول لكم بقى على طعم الملوخية بمرقة البط، بتبقى حاجة تانية خالص. فتعالوا مع بعض كده نجهز غدا حلو. يا رب يعجبكم الفيديو، وان شاء الله يعجبكم تحطوا لي لايك، واللي مشتركش في قناتي يا ريت يشرفني ويشترك، واشوفكم في فيديوهات كتير حلوة. شجعوني علشان استمر يعني بتشجيعكم انا استمر ان شاء الله. فخليكم معايا وساندوني حبايب قلبي متابعيني. ويلا نشوف الفيديو بتاع النهارده، خليكم معايا. زي ما انتم شايفين معايا هنا انا الملوخيه قطفتها وغسلتها وسايباها تصفي الميه بتاعتها علشان اخرطها. ومعايا هنا البطه بتاعتي غسلاها طبعا، نقعتها وغسلتها وسايباها برضو تتصفى، الملوخيه وقعت عليها. هنشوف دلوقتي هنحشيها المرتة وتتبيلة المرتة ونتبلها ازاي. ويلا نكمل الفيديو، خليكم معايا لاخر الفيديو ان شاء الله يعجبكم. زي ما انتم شايفين معايا هنا انا بشرة 3 بصلات كبار، دول اللي انا هحشي بيهم البطة. هبدأ بقى دلوقتي اتبلهم. هتبلهم بكمون، كمون بيكون معايا كتير شوية. معايا رشة فلفل كمان، وكمان الملح بتاعي بظبطه. خلي بالكم من الملح يظبط في المرتة علشان ده بيعتمد عليه حاجات كتير قوي، الحدق بتاع اللحم بتاع البطة. وكمان خلي بالكم ان احنا هنعمل في المرقة بتاعتها الرز والملوخية، يعني الاكل النهاردة كله معتمد على مرقة البطة دي، فلازم نظبط الملح بتاعنا في الاول. زي ما قلت لكم هنا هنقلب بقى كل البهارات مع البصلة، وممكن نضيف لها كمان رشة زيت، بما ان احنا هنسويها نية جوه البطة، فعشان تستوي كده وتبقى البصلاية ناعمة جواها فبحط لها معلقة من الزيت، يعني رشة بسيطة كده. هبدأ بقى دلوقتي احشي البطة بتاعتي بالمرتة، وبعدين هقفلها بخيط او بخلة زي ما انتي عايزة. انا عارفة ان الخلة بتاعت الشيش طاووق انا بقفل بيها دايما، اسهل واريح كتير. هقفلها وزي ما انتم شايفين كده سايبة معلقة من المرتة علشان احطها مع المرقة بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده بعد ما حشيتها وقفلتها هبدأ بقى ايه اشوحها. حطيت لها شوية من الزيت، هسيبهم يسخنوا على النار، وبعدين هيلا بيلا كده نشيل البطة الجامدة دي، كانت تقيلة على ايدي، فهنحطها على طول تتشوح كده. كل محتوياتها بقى زي ما انتم شايفين كده كل حاجة نظيفة وزي الفل ومغسولة وتمام. انا لازم انقل طيور زي ما انتم عارفين دايما في المية والخل والدقيق مع البط ضروري. بعد كده بنشطفها ونظبطها كده زي ما انتم شفتوا. هنا بقى زي ما انتم معايا كده حطيت المية بتاعتها، ظبطت لها المية بتاعتها بالبصلة المتبلة اللي فضلت معايا معلقة كده عشان تدي طعم للمرقة بتاعتي، بما اننا هنطبخ فيها الملوخية والرز، فلازم انا بحط البصلة المبشورة نفس اللي حشينا بيها البطة في المرقة. هنسيبها تستوي تاخد راحتها بقى في السوية مع نفسها. زي ما انتم شايفين وبنجهز هنا الملوخية بتاعتنا. الملوخية انا خرطتها، وهنا حطينا شوية مرقة على النار من مرقة البط. هنضيف بقى الملوخية بتاعتي للمرقة زي ما انتم شايفين معايا كده، وهنقلبها تقليبة كده حلوة تفك. لو حسينا ان هي تقيلة ومحتاجة نخفها شوية هنخفها بمرقة او عصير طماطم لو انت حابة. انا هخفها بمرقة بس لان هي شكلها تقيلة قوي، فانا هخفها كمان بشوية من المرقة. فكت اهي، بس عايزة ايه تتخف شوية كمان.
هاخد من المرقة كده نزود الملوخية بتاعتي. انا لسه هنا مولعة على البطة، لسه ناقصها شوية سوا، بس اخدت من المرقة بتاعتها. هنشوف كده مع بعض الملوخية ايه كده تمام. انا مش عايزاها خفيفة قوي، بحبها تقيلة، فهنا مش هزود اكتر من كده، هسيبها بس كده ايه تفك، وقبل ما تغلي هنكون ظبطنا البهارات بتاعتها والملح وبس. انا مش هحط لها اكتر من شطة، انا مش هزود شطة كتير، لان انا وانا بخرطها خرطت معاها قرن شطة كبير يعني حراق، فمش هزودها شطة حمراء. وهدي عليها النار على ما احط لها البهارات كده. شوية من الفلفل وشوية من الملح. انا مش عايزاها تغلي، عايزة الحقها قبل ما تغلي، هطفي عليها وبعدين نجهز لها الدقة بتاعتها بس. حاساها لسه مكلكعة، لو هو لسه حاسة انها عايزة مرقة هزودها برضو زي ما انتم شايفين معايا كده. ظبطت لها الحدق بتاعها والبهارات بتاعتها، فلفل بس، وكمان انا فرمه فيها قرن شطه زي ما قلت لكم، فهي ايه مش هزودها اكتر من كده بهارات. هنجهز بس الدقه بتاعتها توم وكزبره وهنعمل لها الطشه. خليكم معايا كده. خلاص هنطفي عليها النار علشان لو غلت هتسقط مني، وانا مش عايزاها تسقط في الحله، فهنخليها كده تمام قوي قوي بس كده. انا حاسه ان هي كده ظبطت تمام قوي. فبس هنا هنبدأ نعمل بقى الطشة بتاعت الملوخية. الطشة بتاعتي عبارة عن، طبعا بدينا كده حطينا الزيت يسخن معايا في المقلاية، ومعايا هنا الدقة طبعا عبارة عن كزبرة وراس كده متوسطة من الثوم مفرومين مع بعض. هنقليهم كده شوية في الزيت لحد ما ياخدوا لون حلو، اللون الذهبي كده. حاسة ان بقت مقرمشة كده تحت المعلقة، بس ما خلي بالكم لانها بتتلقط في ساعتها ممكن تتحرق. الحرق ده بيعمل طعم سنة مرارة كده في الملوخية، فبلاش توصلوها لدرجة انها تعمل المرارة دي. هنقلبها لحد زي ما قلت لكم كده تقرمش كده تحت المعلقة وتبقى لونها ذهبي وجميل، وبعدين الشهقة الحلوة بتاعتك وتضيفيها على الملوخية. بجد احلى ملوخية ممكن تاكليها. زي ما قلت لك كده امشي على الخطوات دي بكل سهولة وبكل بساطة، هتبقى ناجحة معاكي جدا، مش هتسقط معاكي في الحلة. وكمان نصيحة اخيرة عشان الملوخية تظبط معاكي، ما تغطيهاش وهي سخنة، استني عليها لما تبرد شوية وتهدى وبعدين غطيها، لان لو غطيتيها وهي سخنة برضو الملوخية هتسقط منك في الحلة. فخلي بالك من النقطة دي. علشان اللي انا بقول الكلام ده للبنات الصغيرين المبتدئين اللي لسه بادئين يدخلوا المطبخ وعايزين يبينوا شطارتهم، فامشوا على الخطوات هتطلع معاكي الحاجة جميلة جدا، وربنا يحسن ما بين ايديكوا دايما. كده تمام، الملوخية ظبطت معايا، هوريها لكم. شفتوا لونها، شفتوا السمك بتاعها، ظابطه معايا ما شاء الله، حلوه. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك على الملوخيه الحلوه دي. هنشوف بعد كده هنعمل ايه، خليكم معايا. هنا انا ببص على البطايه بتاعتي لقيتها استوت خلاص، وتقريبا ما عادش فيها مرقه، يعني انا لحقتها، يعني كنت هنساها. هطلعها كده وهشيل منها الخلل اللي انا مقفلاها بيها زي ما انتوا شايفين كده.
اشيل الخلة دي وهبدأ بقى ايه احمرها. وهنعمل الرز بتاعنا في المرقة بتاعة البطة زي ما انتوا شايفين معايا كده. انا غسلت الرز وزودت شوية مية وحطيته مع المرقة، زودتهم شوية بهارات، ملح، فلفل، كمون، وبس كده. وبدأت كده شغلت المقلاية بتاعتي على البطة عشان ايه اخدها تحميرة كده حلوة. ممكن تستغني عن القلي وتستسهلي تحطيها في الشواية. بس انا النهاردة قلت بقى ايه اعملها على الطاسة كده على النار علشان اظبط لونها. ساعات بتتحرق مني في ناحية وناحية لان انا عندي الشواية مش تمام، مش قد كده. هو البوتاجاز كله اساسا عايز يترمي. انا خلاص كده خلصنا والفيديو بتاعنا خلص. يا رب يعجبكم الفيديو، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات جاية كتير. وخليكم معايا وما تنسونوش في تشجيعكم ليا، كومنتاتكم الحلوة، لايكات، اشتراكات. مش هوصيكم يعني. خليكم معايا واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد.